اهلا بيكم. انا كنت سالتكم على الصفحه البيج على الفيسبوك لو حد يعرف حاجه عن سم البلوتينيوم. طبعا في كذا كومنت اتقال على البوست ده، بس كل الناس فكرت في البلاتينيوم اللي هو العنصر المشع اللي بيدخل في التفاعلات النوويه. طبعا احنا بنتكلم عن السم مش عن العنصر الكيميائي المشع. العنصر الكيميائي المشع اللي هو البلاتينيوم ده غير البوتولينيوم. البوتولينيوم دوت سم قوي جدا، من اكتر السموم القويه المعروفه في حياتنا. يعتبر سم يعني قاتل. تأثيراته بتكون قوية جدا على الجهاز العصبي، وغالبا بيؤدي للوفاة، بيهدد حياة الإنسان. طب السم ده ايه اصلا قصته، ايه موضوعه؟ زي ما بنقول ان هو من اقوى السموم الموجودة في حياتنا. السم دوت بتعمله نوع من انواع البكتيريا، بكتيريا الكوليستريديوم بوتولينيوم. الاسم السم من اسم البكتيريا، علشان كده المواد اللي بتفرز دي او السموم اللي بتفرزها البكتيريا دي اسمها البوتوليزم. ده اسم السم اللي بتفرزه البكتيريا دي. البكتيريا دي من الفصيلة بتاعة الكوليستريديوم. الفصيلة دي البكتيريا بتاعتها بتفرز مجموعة من البروتينات السامة. البروتينات السامة دي بتبقى لها خصائص معينة بتأثر على جسم الإنسان، بتأثر على الجهاز العصبي بتاع الإنسان. والسم ده له كذا كاتيجوري أو له كذا ليفل أو له كذا نوع من الأنواع، يعني كذا نوع من البروتينات اللي بتفرز دي كلها سامة طبعا، لكن هي أنواعها عندنا منها من حرف ال A. يعني العلماء قسموا أنواع السموم دي حسب خصائصها وحسب تكوينها وتركيبها الكيميائي طبعا. قسموها كذا فئة أو كذا يعني كاتيجوري أو كذا فئة، إن هي بتبقى واخدين من حرف ال A لحرف ال G، يعني A و B و C و D وهكذا. عندي السم اللي بيبقى بحرف ال A مختلف في تركيبه في تأثيره، بعض أعراضه عن ال B عن ال D عن ال C وهكذا. لكن السم ده بشكل عام بكل الفئات بتاعته من الايه لحد الجي، كل الفئات بتاعته دي هو يعتبر سم قاتل. طيب الكوليستريديوم دي بقى البكتيريا نفسها اللي بتفرز السم ده بتبقى موجوده فين؟ هي بتبقى موجوده في التربه، بتبقى موجوده في المواد العضويه المتعفنه. يعني لو عندنا اي اكل، اي ماده عضويه، اكل فاكهه خضار، ممكن خبز مثلا، اي ماده عضويه تكون يعني جالها العفن، بتبقى موجوده فيها البكتيريا بتاعه الكوليستريديوم دي، وهي بتفرز السم دوت. ده الطبيعي بتاعها او دي دوره الحياه الطبيعيه بتاعتها. دي من المواد اللي هو الخليه دي بتفرزها بشكل طبيعي، يعني ما بيحصلش اي ظروف مثلا بتاثر على البكتيريا تخليها تفرز ماده سامه او هي بتدافع عن نفسها او كده. لا لا لا، هي دي طبيعه البكتيريا دي، انها بتفرز البروتينات دي. السموم دي بتكون عباره عن بروتينات، ولكن بروتينات سامه. هي بتفرز البروتينات ديت كنشاط حيوي طبيعي للبكتيريا. طيب يا ترى تأثيرها على الإنسان ده بيحصل إزاي؟ لما بيحصل إن في تلوث لبعض الأطعمة، وغالبا بتكون الأطعمة المعبأة أو الأطعمة اللي هي المعلبة، لأن البكتيريا دي بتشتغل في وقت عدم توافر الأكسجين، فيعني بتعمل النشاط الحيوي بتاعها في وقت عدم توفر الاكسجين. فغالبا الاطعمه المعبأه او الاطعمه المعلبه هي اللي بتبقى اكثر عرضه لان يحصل فيها التلوث ده، لو اتخزنت بطريقه مش صح او اتعبت في شكل فيه تلوث، نوع من انواع التلوث، فحصل ان هي اتلوثت بالبكتيريا بتاعه الكوليستريديوم ديت. بتبتدي البكتيريا ان هي تعمل النشاط الحيوي بتاعها في ظل عدم وجود الاكسجين، تفرز السم ده. والسم ده او البروتين السام اللي هي بتفرزه دوت بيبتدي ان هو يأثر على الناقل العصبي في الخلايا العصبيه في جسم الانسان. يعني بيأثر على الجهاز العصبي بتاع جسم الانسان. الناقل العصبي ده المركب الكيميائي ده اسمه الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده ماده او مركب كيميائي بيبقى موجود في جسم الانسان، بيبتدي ان هو ينقل السيالات العصبيه من الاعصاب، يعني من الجهاز العصبي بتاع الانسان للعضلات. يعني ايه؟ يعني المركب ده هو اللي بيخلينا لما نقرر مثلا ان احنا هنحرك ايدينا، فبتحصل ان المركب دوت بيتفرز من الجهاز العصبي، بيوصل للعضلات بتاعه الايد يقول لها اتحركي، فبتبتدي ان العضلات دي تتحرك. لما مثلا نبتدي نحرك رجلينا، دماغنا، اي حاجه بنبتدي نحركها فيها عضلات، بيحصل ان الاسيتايل كولين اللي هو المركب دوت اللي بيفرز من الجهاز العصبي بيبتدي ان هو يتحرك للعضله دي ويقول لها اتحركي حسب اشاره المخ للمكان الفلاني، او حسب اشاره الجهاز العصبي اتحركي يمين، اتحركي شمال، اتحركي للمكان الفلاني، شيلي كذا، هاتي كذا كده. وطبعا كل عضلات الجسم بتبقى متاثره بمركب الاسيتايل كولين ده. فالعضلات بتاعه القلب بتتحرك بالشكل دوت، العضلات بتاعه التنفس بتتحرك بالشكل ده، كل العضلات بتاعه الجسم بتبقى متاثره بالمركب ده.
علشان كده لما بيحصل ان الماده السامه دي بتبتدي انها تعمل على تثبيط، يعني بتضعف المركب بتاع الاسيتايل كولين ده، بتعمل على تثبيط المركب دوت، بيبتدي ان المركب ده ما يروحش للعضلات، فالعضلات ما تشتغلش. فاحنا ممكن نتخيل ان العضله بتاعت الايد ما تشتغلش او الرجل او دماغي او كذا، فيبقى في يعني ان انا مش قادر انت اتحرك او كده. لكن لو حصل ان العضلات بتاعت القلب ما اشتغلتش او العضلات بتاعتنا بتاعت التنفس ما اشتغلتش، دي حاجه بتهدد حياه الانسان. طبعا احنا لازم، علشان كده بنقول ان احنا لازم نتاكد من سلامه الاغذيه المعلبه كويس جدا. والاغذيه المعلبه زي ما قلنا اهم حاجه في القصه بتاعه السم اللي احنا بنتكلم عنه بتاع البلوتينيوم دوت، لانه البكتيريا بتاعتنا ما بتشتغلش غير في ظل عدم توافر الاكسجين. فلو حصل ان الحاجه اللي احنا بنشتريها معبأه او معلبه ديت كانت يعني جوده مش كويسه من مصدر غير معروف، ممكن يكون بيحصل التخزين فيه بشكل مش كويس، او ممكن يكون التصنيع نفسه بيتم في بيئه ملوثه، فبيحصل ان ممكن تكون البكتيريا دي موجوده جوه العلب الطعام الاغذيه اللي بتكون معلبه. وده ممكن يكون في البكتيريا بتاعت الكوليستريديوم ديت، واللي بتبتدي انها تعمل النشاط بتاعها في ظل الوقت اللي بتبقى متخزنه فيه الماده الغذائيه داخل العلبه، وبتبتدي انها تفرز السم بتاعها. كمان تخزين المواد في درجه حراره غير مناسبه ممكن ان هو يعمل حاجه زي كده. يعني لو احنا مثلا خزنا حاجه المفروض انها تتخزن في درجه حراره بارده او في الساقع، خزناها في الشمس مثلا، او العكس، ان احنا ممكن ان احنا المفروض نسيب مثلا حاجه تكون بره الثلاجه حطيناها في تبريد عالي جدا. الاختلاف في درجة الحرارة المناسبة للمادة الغذائية اللي احنا بنخزنها ده ممكن برضو يسبب نشاط البكتيريا ديت، وبتدي انها تنشط وانها تعمل النشاط الحيوي بتاعها، وتبتدي انها تنتج السموم. طبعا علشان نقي نفسنا من حاجه زي كده، احنا علشان نشتري المواد المعبأه في علب لازم نبقى متاكدين كويس جدا من مصدرها. ما تكونش مواد غذائيه مجهوله المصدر، انا مش عارف الشركه او المصنع ده بيخزن المواد بتاعته ازاي، بيعلبها ازاي. يعني لازم تكون بتتعلب اصلا في بيئه نقيه ومعقمه شديده جدا، علشان ما يكونش فيها اي نوع من انواع البكتيريا، سواء الكوليستريديوم اللي بتنتج السم اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ده، او غيرها من المواد اللي ممكن تكون ضاره. طبعا اللي بيحصل لا قدر الله لو حد تناول ماده غذائيه معلبه او معبأه وكانت فيها البكتيريا ديت، وكان السم ده تم افرازه من البكتيريا، بيبتدي ان هو ياثر على الاسيتايل كولين اللي موجود في اللي هو السيالات العصبيه، او مركب الاسيتايل كولين ده اللي بيأثر على الجهاز العصبي بتاع الانسان، اللي بيأثر على العضلات. فيبتدي يحصل اعراض بسيطة في الأول، هي أعراضها بتبقى من خفيفة لشديدة، لكن الخطورة فيها إن دوت بيحصل بسرعة. فلو الأعراض كانت خفيفة بتبتدي الأول بدوخة، بتبتدي بتعب، بتبتدي الأول بوهن في العضلات، ضعف في العضلات. بعد كده الموضوع بيتطور بسرعة، بيحصل ضيق في التنفس، بيحصل تعب شديد، بيحصل ارتخاء في العضلات، وبتبتدي الإنسان ممكن إن هو يغيب عن الوعي. طبعا في لحظة ضيق التنفس ده بيبقى فيه ارتخاء في العضلات بتاعة التنفس، وده بيهدد حياة الإنسان، لأنه في الآخر بيوصل للوفاة. طبعا لو الإنسان ما لحقش الشخص المصاب بالبروتين السام دوت بسرعة جدا، هتبتدي الأعراض تتطور بسرعة، وهتؤدي بحياة الشخص اللي تناول المادة الملوثة بالسم دوت. طبعا زي ما قلنا الوقايه من حاجه زي كده ان انا اتاكد ان انا جايب الاكل الماده الغذائيه اللي انا بشتريها المعبأه او المعلبه دي من مكان الجوده بتاعته الكويسه في التصنيع وفي التخزين. ما يشتريش اي حاجه مجهوله المصدر، لا بالعكس، لازم ابقى عارف الحاجه ديت، ابقى ضامن النظافه بتاعه المصنع او الجوده بتاعه البراند او الماركه اللي انا بشتري منها الماده الغذائيه بتاعتنا، علشان خاطر ان انا اتلافى حدوث اي تلوث في العلبه دي، او اتلافى حدوث اي ملوث في الماده الغذائيه اللي انا باكلها، سواء بالكوليستريديوم او بغيرها. طبعا اشهر حد عرفنا على سم البلوتينيوم دوت، احنا عارفين السم ده كلنا على فكره، كل اللي شافوا الفيلم بتاع الساده المرتشون بتاع الفنان الكبير جدا محمود ياسين اكيد شاف النهايه بتاعه الفيلم حصل فيها ايه. للي ما شافش الفيلم بتاع الساده المرتشون، هو موظف وزاره الصحه، بيشتغل في ان هو بيعمل تحاليل للمواد الغذائيه اللي بتكون داخله من بره، يعني جايه مستورده، فبيعمل لها تحليل عشان يتاكد ان الماده دي صالحه للاستخدام، دي ماده غذائيه ما فيهاش اي تلوث، ما فيهاش اي حاجه ممكن تاثر على صحه الانسان. وبيكون التاجر اللي جايب المواد الغذائيه دي بتكون علب بلو بيف، بيكون هو سعيد صالح، وبيبتدي ان هو عايز يدخل صفقه فاسده من البلو بيف، فبيبتدي ان هو يعني عايز يديله رشوه انه دخل الصفقه دي علشان خاطر يعني هو الصفقه دي دفع فيها فلوس كتير ومش عايز يخسر والكلام ده.
طبعا لان يعني بيبدو في اول الفيلم ان محمود ياسين المفروض ان هو موظف شريف ومش عايز ان هو ياخد الرشوه او كده، وخطيبته بتكون نجوى ابراهيم، هي بتكون محاميه. فبيبتدي ان هو سعيد صالح يبتدي ان هو يعرض عليه فلوس كتير علشان خاطر يعني يغريه ان هو يوافق على الصفقه دي. بالفعل احنا بنكتشف في نهايه الفيلم ان هو فعلا وافق على دخول الصفقه دي، ولكن هو احتفظ بكرتونه من المنتجات ديت بتاعت البلوبيف دي، احتفظ بيها في بيته. الكرتونه دي فاسده والبلوبيف اللي فيها غير صالح للاستخدام. وبيبتدي ان هو بعد كده في الصفقه اللي بعدها بتبقى صفقه سليمه بقى، والبلوفيف داخل سليم ما فيهوش اي حاجه. فبيطالب التاجر ان هو يدفع له فلوس، ان هو يديله فلوس ورشوه علشان يرضى ان هو يدخل له الصفقه بتاعته. طبعا في اللحظه دي التاجر بيقول له لا، انا الصفقه بتاعتي سليمه وما فيهاش اي مشكله، فانا مش هدفع لك حاجه. يبتدي بقى ان هو يساومه ان هو هيوقف له الصفقه بتاعته. هيوقف الصفقه ازاي؟ هيعمل العينات من الكرتونه اللي هو خدها عنده في البيت، ويعمل فعلا العينات النتيجه بتاعت وزاره الصحه من الكرتونه اللي هو خدها في البيت، ويطلع ان الصفقه دي فاسده فما ينفعش تدخل، فبالتالي هيخرب بيت التاجر ده. فيبتدي ان هو يقول له انا الصفقه بتاعتي سليمه، انا ما دخلتش اي حاجه فاسده، ويحاول ان هو يثبت حاجه زي كده. في النهايه بيتفق مع الشرطه علشان يقدم له رشوه، يقول له خلاص اوكي انا موافق ان انا هقدم لك الرشوه عشان تدخل لي الصفقه دي. وبيتفق مع الشرطه ان هم بيقبضوا عليه وهو بياخد الرشوه دي. طبعا خطيبته اللي هي المحاميه دي بتبقى واثقه في براءته وعارفه انه يعني خطيبها حد شريف ومش ممكن ياخد رشوه، تبتدي ان هي تدافع عنه تقول لا ده هو شريف، ده هو كذا. في احداث الفيلم بقى بيحصل انه في الاخر خالص اخوات محمود ياسين في الفيلم بيلاقوا الكرتونه دي، وبيبتدوا ان هم ياخدوا منها العلب البلوبيف ويطبخوا منها اكل وبياكلوها، فبيموتوا في ساعتها. طبعا ده الجزاء من جنس العمل، لان هو دخل صفقه فاسده، ملايين طبعا اكلوا منها وملايين اتاذوا وممكن يكون فيهم اللي مات. فبالفعل اخواته بياكلوا هم واولادهم من العلب بتاعت البلوبيف دي وبيموتوا في ساعتها. طبعا احنا ما بنبقاش عارفين في الفيلم هم ماتوا ليه. هم ماتوا علشان السم بتاع البكتيريا بتاعت الكوليستريديوم بتكون في العلب المعبأه زي ما قلنا او المعلبه. حصل ان الصفقه دي كانت فاسده ليه؟ لانها كانت ملوثه بالسلاله او بالبكتيريا بتاعت الكوليستريديوم، حصل النشاط الحيوي بتاع البكتيريا وافرزت السم بتاعها. فعلشان كده مجرد ما هم اكلوا الاكل دوت وما كانوش عندهم اي يعني معلومه او اي هاجس ان هم ممكن يكون الاكل ده ملوث، لانه الاكل اخوهم جايبه وحطه في البيت فمطمنين، وبالتالي العيله كلها بتموت. اخواته الاثنين واولادهم لما بياكلوا من الاكل ده هم كلهم بيموتوا. فلما تتفرجوا على الفيلم تاني افتكروا بقى البكتيريا الكوليستريديوم اللي احنا حكينا عنها دي هي اللي كانت موجوده في علب البلوبيف. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.